الحمد لله. هل يعذر المسلم في ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها؟ من حيث المبدأ لا يجوز للمسلم بحال أن يترك الصلاة ويؤخرها عن وقتها، يخرجها عن وقتها. لكن إذا قام به عذر من أعذار الصلاة لا يأثم في تأخير الصلاة في إخراجها عن وقتها. والأعذار التي يذكرها الفقهاء عذرين: النوم والنسيان. ويفصل أئمة الشافعية في هذا الموضوع، يقولون أن النوم يكون عذرا للصلاة إذا نام قبل دخول الوقت، إذا نام قبل دخول الوقت ثم استغرق النوم بقية الوقت. أما إذا نام بعد دخول الوقت فإن عهد إلى من يوقظه أو استخدم جواله وضبطه في لإيقاظه ثم لم يستيقظ، هذا يكون عذر من أعذار الصلاة. أما إذا لم يعهد لأحد في إيقاظه ونام بعد دخول الوقت ثم استغرق نومه بقية الوقت، فهذا آثم ويجب عليه القضاء. وكذلك يقولون أن النسيان إذا نشأ من مباح، كان يطالع في كتاب واستغرقت قراءته الوقت ونسي الصلاة، فلا يأثم عليه القضاء. أما إذا كان النسيان ناشئ عن محرم، كأن كان مثلا يشاهد حراما واستغرقت مشاهدته الوقت ونسي الصلاة، فهو آثم وجب عليه القضاء. أما المريض، يعتقد البعض أنه إذا مرض يجوز له أن يترك الصلاة. المريض لا يجوز له أن يترك الصلاة بأي حال من الأحوال ما دام يعقل، ويصلي على الحال الذي يستطيع. إن استطاع أن يصلي قائما فليصلي، يصلي جالسا فليصلي، استطاع أن يصلي مضطجعا فليصلي، استطاع أن يصلي مستلقيا فليصلي، استطاع أن يصلي بطرفه فليفعل، ولا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام فيه عقل يعقل به، إلا إذا فقد عقله، كأن أغمي عليه واستغرق الإغماء وقت الصلاة، فلا يجب عليه لا قضاء ولا إثم. هذا عند الشافعية وعند المالكية. الحنابلة يقولون لا، الإغماء مثل النوم، إذا استيقظ إذا أفاق من إغمائه وجب عليه القضاء ولا إثم عليه. والأحناف يقولون إذا استغرق الإغماء 5 صلوات فأكثر لا قضاء عليه ولا إثم. أما إذا كان الإغماء أقل من 5 صلوات في الصلاة التي يفيق فيها، إذا بقي من وقتها ما يسع تكبيرة الإحرام، فيجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. نعم، ذكر بعض العلماء أنه يجوز للمريض أن يجمع تقديما بين صلاة، يقدم العصر للظهر أو يقدم العشاء إلى المغرب، وإلا لا يجوز للمريض أن يترك الصلاة بحال من الأحوال. والحمد لله رب العالمين.